على الاقل جزء كبير من اليوم النهارده مش هيكون هادي. السنه الوحيد اللي هكون هادي في اليوم ده شغاله، او على الاقل احسن من اخر واحده انا جبتها. اشربوا معايا. خلصت ايديت الفلوج بتاع النهارده دلوقتي، مخدش وقت كتير، ولكن لحد دلوقتي انا لسه مدخلتش في الزحمه بتاعت اليوم بسبب ان انا عندي النهارده في الدو ليست بتاعتي 10 حاجات لازم تخلص، فدي حاجات كتير جدا، ولسه عندي تصوير وعندي حاجات كتير، فانا لسه كنت بعمل بس حاجه بسيطه كده في بدايه اليوم. لكن المشكله ان الساعه دلوقتي 6 متأخر جدا انا عارف يعني، ولكن انا كده بسهر او بقيت الفتره دي بسهر ونومي بايظ جدا، فعشان كده بالنسبه لي اعتقد ان شيء عادي ان انا اخلص الساعه 6، وهيبقى معايا وقت ان شاء الله ان انا اخلص ال10 حاجات دول. حاجات كتير بس لازم تخلص النهارده. وانا في الطريق على المشوار اللي انا رايحه دلوقتي حبيت اعدي عشان اعمل ابلود للفلوج وكده، وعملت ابلود. النت كان مفتوح، ودي حاجه غريبه ان احنا بالليل يعني والنت مفتوح، بس انا مبسوط جدا. دي اهم حاجه، عملت ابلود للفلوج بتاع النهارده، وفي نفس الوقت عملت ابديت لدافنشي. نروح بقى المشوار اللي انا لازم اروحه دلوقتي. ماشي، لقيت السم ده بيتباع فحبيت اجيبه واجربه، خصوصا ان انا بقالي كتير جدا ما جبتش اي سموم من الشارع، ما جبتش اي حاجه، ما جبتش بسيط بقالي كتير جدا. من اخر مره جبت هنا على الشانل وانا ما جبتش، فقلت اجيب السم ده واجربه. اول كان نشوف مع بعض. جبنه عادي مش سبايسي ولا اي حاجه، فانا اتخدعت فعشان كده اشتريته. فما نصحش حد ان هو جبنه عادي يا شباب، مفيش اي اختلاف فيه، مفيش سبايسي مفيش اي حاجه. خدعوني عشان اشتري السم ده، شات خدعته وطعم عادي جدا، فما انصحش حد ان هو يشتريه، وانا مش هشتريه تاني عشان في سعرات كتير ومش عارف، كله حاجات مضره اصلا، وانا بقالي كتير ما بجيب. بس انا اتخدعت بيج شيبس خدعوني. 2000 years later. من أسوأ الحاجات اللي أنا بعملها الفترة الأخيرة هي إن أنا بتمرن بالليل. الساعة دلوقتي 4 الفجر، خلصت تمرين اليوم 36 من التمرين انتهى. حاجة غبية جدا إن أنت تتمرن 4 الفجر قبل ما تنام دي، وحاجة غبية إن أنت تسهر لحد بالليل، أسوأ حاجة ممكن تعملها. ولكن لازم أتخلص من عادة السهر والتمرين بالليل والحاجات دي كلها. بس التمرين النهارده كان بسيط جدا، ودي حاجه مضايقاني، واعتقد ان باين على وشي ان انا متضايق، مش عشان ان انا عايز انام، انا مش عايز انام. فدي حاجه مضايقاني اكتر، ان انا بقيت بسهر اكتر، وبقى الايام عندي واخده بالجزمه حرفيا، فانا محتاج ارجع اظبط ايام وارجع اظبط حاجات كتير. الفتره الاخيره دي حاجات كتير جدا باظت فيها. أسوأ حاجة ممكن أي حد يقدمها لنفسه وممكن إن هو يعملها هو إن هو يسهر لحد الصبح، بعيدا عن السهر مضر والحاجات اللي إحنا عارفينها دي كلها. ولكن حرفيا بكره إن أنا أسهر بسبب إن أنا طول الليل بقعد أفكر إن أنا عايز آكل، أنا عايز سناكس، أنا عايز دماغي تقول لي قوم اعمل أكل، قوم هات حاجة تاكلها، قوم هات حاجة تشربها، انزل هات سناكس، انزل هات. ولكن انا للاسف بحارب نفسي وبحارب عقلي ان انا ما اجيبش اي حاجه. كفايه الشيبس اللي انا جبته النهارده، بسبب ان انا لا يمكن ارجع اتخن تاني، فعشان كده مش هينفع ان انا اكل بالليل. انا لو جبت سناكس وعملت اكل فانا هبهدل الدنيا خالص. فانا عمال احارب نفسي كل شويه ان انا ما اكلش اي حاجه، ما اعملش اي حاجه. جاب ازازه الميه جنبي، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا هقدر اعملها بس. لكن فكره مثلا ان انا اشرب قهوه فيها كافيين، فانا مش هينفع اشرب قهوه بالليل بسبب الكافيين الزياده اللي انا اكون بدخله لجسمي. فكره ان انا اجيب اكل، فمش هينفع اجيب اكل بسبب السعرات الزياده اللي هتبقى فيه. فكره ان انا انزل اجيب سناكس، فالسناكس دي كلها فيها سعرات كتير، ايس كريم، شيبسي، اي حاجه اجيبها فيها سعرات كتير، انا مش هينفع ادخلها لجسمي. فكره ان انا لو دخلت او جبت حاجه بالليل، فاحنا عارفين ان هي هتجيب حاجات كتير جدا معاها، فانا مش هينفع اعمل كده. فعلى قد ما انا متضايق ان انا سهران، وعلى قد ما انا اصحى الصبح بدري، فالصراحه مش عارف ايه اللي انا بعمله ده. حرفيا انا بوظت يومي، انا بهدلت ايامي، لازم ارجع اصلحها تاني.